السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ صحيحتكم لاباس؟ فاش كتعاودوا هانيين. هنا كما كتشوفوا اليوم بغيتكم تحضروا معايا وانا كنوجد هاد الكساع ديال الكسكس. وعندي هنايا واحد الحلوه ديال الكريمه نصيبها لراس. اتفقت انا وصحباتي في اللي معايا في السونتر نصيبوا شي حاجه، المهم وصيبتها. وهنا كما كتشوفوا عندي هنا واحد 5 دراهم ديال الفول السوداني، كاوكاو. وهنا سمحوا لي بزاف بزاف، خصوصا البنات اللي قالوا لي صوري لينا باش نشوفوا الطريقه ديالك في لاجينواز. سمحوا لي بزاف، انا صورت ولكن ملي جيت لقيت انه العناصر ما تصوروش وحده بوحده، ولكن سمحوا لي مازال نعاودها ان شاء الله. ودابا راه غنحط لكم المقادير والعبارات ديالهم في صندوق الوصف. وهانتوما معايا كما كتشوفوا عندي 5 ديال البيضات، عندي 6 معالق ديال السكر سنيده، عندي فانيلا. وغنطربهم مزيان 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 حتى يرجعوا تيرجع اللون ديالهم ابيض. وهنا كما كتشوفوا عندي هذوك 6 معالق ديال السكر سنيده، اي 160 غرام ديال السكر سنيده، وفانيلا صافي باش نسم بها. وهنا كنطرب الطراب ديالي، هانتوما كما كتشوفوا. وهانتوما كما كتشوفوا الخليط ديالي رجع ابيض. وهنا كنوقفوا الخلط وكنجيو نزيدوا هاد جوج العناصر هادو اللي كنت درت لهم اشاره في الاول ولكن ما بانش في المقطع. هنا عندي 3 ديال المعالق ديال الماء، وعندي 3 ديال المعالق ديال زيت المائده، بحال تقول 30 غرام 30 غرام 30 غرام ديال سميتو زيت المائده، و30 غرام ديال الماء، ما عادي ما سخون ما والو، ما ديال الصنبور. وهنا كنديروا في هذا الاناء هذا، وكنهز واحد 3 المعالق ولا 2 من الخليط الاصلي الاول اللي كنت كنطرب فيه، باش نطربهم في هذا الاناء هذا. وملي نردهم الخليط ديالي الاول ما يهبطش ليا البيض ديالي ولا. المهم هاد الطريقه احسن، ممكن كان نزيدهم في الاول ولكن يقدر يهبط ليا الخليط ولا شي حاجه. هنا من الاحسن نخلطهم هنا وعاد نرجع الخليط للخليط الاصلي. زوينه هاد المرحله هادي، هاد الخطوه دي لستوها غتجيكم لاجينواز عاليه وغتجيكم مزيانه، والكميه ديالها تزيد تكثر وما تجيكمش ناشفه وكتفرتت بالنسبه لزيت المائده. هنا كما كتشوفوا انا خلطت المكونات وغنردهم لهذا الاناء هذا، وغنبدا التطريب ثاني تيتخلطوا مزيان مزيان. وهانتوما كما كتشوفوا تبارك الله ما هبطش ليا الخليط. وهنا غتجي هذه المرحله ثاني اللي ما تصورتش ليا واللي عصبتني حتى هي، هو فاش كنزيد المكونات ديال الدقيق. المهم هنايا عندي 200 غرام ديال الدقيق، نقصت منها 2 معالق ديال الدقيق وزدت بلاصتهم 2 معالق ديال الكاكاو. وهنا الكاكاو المر. وهنا كنزيد واحد الكيس ديال خميره الحلويات، كنزيدو هذا الخليط راه مغربل ديجا. وملي غنبدا غنبدا نغربل كل مره، نهز الغربال او الصفايه ولا كل واحد شنو عنده، ونبدا نغربل ونخلط بالسباتولا من الفوق لتحت من الفوق لتحت بشويه وبالمهل باش ما يهبطش ليا الخليط ديال البيض. ضروري هاد الخطوه هادي بشويه من الفوق لتحت من الفوق لتحت وبشويه. وهنايا تنكون درت فران ديالي سخون، وتنوجد المول ديالي اللي كنكون دهنته بالزبده وشيت عليه الدقيق، واللي باغي يدير ورق الفرن يديرو. المهم كندير المول ديالي في هاد لاطا هادي، وكندير سميتو في الفران، وكنشعل غير من التحت. صافي كنطفي الفوق ونشعل غير من التحت، وندير 180 درجه ديال الحراره ونخليها. المهم على حسب الفران ديالكم. المهم انا كتاخد نص ساعه حتى 45 دقيقه على حسب الفران. وهنا كما كتشوفوا هاني جبدتها وغطيتها بيتا حتى الغد ليه. وهنا راه اليوم الموالي، وهنايا راه اليوم الموالي صافي كتكون لاجينواز ديالي بردات، وكنهزها كندور عليها الموس، كنقطعها تندير 3 ديال لي طرونش 3 ديال الحلقات
صافي كنعلمهم بالموس بحال هكا، وكنهز خيط هانتوما كما كتشوفوا خاص بالمطبخ، وتندوي على صبيعاتي وتنديرو فهادوك البلايص اللي علمت، كندير تنعكسهم صافي، وكتقطع على شكل 8. تندير يدي على شكل 8 كنكروازيهم صافي، وكتقطع الحلقه الاولى، الحلقه الثانيه، الحلقه الثالثه صافي. وهانتوما معايا. وهنا تنمشي ملي كنسالي كنوجد واحد السيرو ديال اللي غنسقي به الحلقات ديال الحلوى ديالي، اللي فيه واحد كاس ونص ديال الماء، وفيه لاروم واحد نص راس معلقه ديال لاروم ديال الكافي، وتندير واحد 3 طوبات ديال السكر او 3، او دير واحد نص كاس ديال السكر، وديرو فوق البوطه يغلى مزيان، المهم يكون حلو. والمهم بما انه لا جينواز عندنا بارده ماشي مشكل يكون السيرو سخون، وصافي. المهم الا كان العكس، الا كانت لا جينواز سخونه مش خاص يكون السيرو بارد. وهنا كنجمع لا جينواز ديالي في سميتو في هذا المنديل هذا، وكنطرفها جانبا. وهنايا تنمشيو للكريمه ديالنا اللي حتى هي صورتها، والمقطع ديالها كنلقاه كحل، ما عرفتش شنو وقع. المهم عندي هنايا نص لتر ديال الكريمه السائله، وعندي واحد وكنت صورت في المقطع اللي تحدث نص لتر ديال الكريمه السائله، وصورت عندي واحد 10 دراهم ديال شوكولا غيش، وعندي. والمهم كنهز من هاد الكريمه هاد الكريمه هادي راه درت ليها سميتو زدت سكر كلاصي على حسب الذوق. وهنا كما كتشوفوا هاد الكريمه قبل ما نطربها راه زدت فيها واحد 3 ديال المعالق ديال الكريمه السائله، هي اللي ذوبت بهم هذيك الشوكولا غيش. وهنا كنخلط بشويه عليا، وكما كتشوفوا راه ما درتش هذاك الخليط اللي كنت ذوبته دغيا باش ما يهبطش ليا الكريمه، كنبقى نزيدو شويه بشويه، وكنبقى نزيد شويه بشويه ونخلط حتى وكنتخلط. المهم كلشي المقاطع صورتهم، جميع الخطوات اللي درتهم صورتهم، ولكن تمسحوا ان شاء الله نعاودوها ان شاء الله واستسمح. المهم هانتوما كما كتشوفوا كنخلط بشويه وكنزيد داكشي اللي بقى. علاش ما زدتوش دقه واحده؟ حيت باقي سخون، كنبغي ماشي سخون بزاف، تنبغي نبقى نخلطو شويه بشويه حتى كيدخل كامل في الكريمه. وهنا كنجيبوا الحلوه ديالنا باش نمونطيوها، كنديروا الحلقه الاولى كما كتشوفوا. هذا هو التحت يمكن ديال لا جينواز، كنسقيه بهذا السيرو سخون كما كتشوفوا، مازال فيه البخار، ولكن ماشي مشكل لا جينواز بارده حيت بايته قبل في الثلاجه، وضروري تبات باش ما تبقاش تفرتت بزاف. ولكن خلاص دابا هي فيها داك المكون ديال الزيت والماء اللي زدنا، ما كتفرتتش بزاف. وهنا غنبدا نزيد الكريمه ديالي، ولكن كما كتشوفوا هنا غنبدل المول اللي غنمونطي فيه، ما جانيش هذاك، ما تحكمتش فيه مزيان، وانا نحيدو ودرت هذا. وهنا كما كتشوفوا هذا هو الفول ديالي السوداني اللي كنت وريته لكم وهرمشته وحمرته في الفران. تنديرو فوق من الكريمه باش يلا يعطي المذاق ديالو، هذيك القرمشه ديالو. وهو راه تنخليوه حتى لاخر لحظه، حتى لاخر. المهم تنبغيو نقدموها تنديرو فيه هاد المهم المكسرات ككل راه تيدارو حتى لاخر سميتو باش تقدم، باش ما يلواوش، حيت الندا كيخلي هذوك سميتو ما تيبقاش هذيك القرمشه اللي فيهم صافي. وكنبقى نزيد الكريمه ديالي وكنمونطي شويه بشويه عليا. وراه هنا كاين مقاطع اللي حذفتهم كما كتشوفوا، حيت كياخد باش تمونطي وتقدا زوينه راه كياخد وقت، وباش ما يكونش سميتو طويل راه كاين شي مقاطع حذفتهم. وهنا الفوق ديال لا جينواز هذه كنقلبوه، ضروري تقلبوه باش يلا نسقيو من الفوق وتبقى لينا لا جينواز ديالنا رطبه. المهم خلاص بالنسبه للحلاوه لا الكريمه في السكر كلاصي، ديروا كل واحد يدير قياسه في الحلاوه، اللي عزيز عليه السكر يدير. وبالنسبه للسيرو حتى هو، ولكن لا جينواز راه كيبقى داك العبار اللي عطيتكم هو اللي عطيتكم، هو اللي خصو يدار.
هنا كما كتشوفوا كنبقى مونطي بشويه بشويه عليا. بالنسبه للمبتدئات اللي بغات تمونطي مقاد تجي هاد الدوره مقاده، تستعمل المسطره اللي ما عندهاش باش تمونطي هذيك الاله اللي كيمونطيو بها سباتول. المهم هانتوما كما شفتوا ملي قديت الحلوه ديالي قديت ليها، غنحيد ليها هاد المول هذا كما كتشوفوا انا كنفتحو باش يلا نمونطي الجناب حتى هما، ندير لهم الكريمه باش نغطيهم. وهادشي اللي كاين صافي. هنا كما كتشوفوا صافي راه كنطرف الحلوه كنخليها جانبا، كنمشي كنوجد الكسكس ديالي. هنا كما كتشوفوا عندي هاد الربيطه ديال الربيع. ما عمرني قدمت معكم الكسكس، المهم حتى دابا راه ماشي قدمت الخطوات كاملين، غا وريتكم شويه شويه لقطات. هانتوما كما شفتوا نقيت الخضره ودرت هاد الفلفله غنديرها في البرمه لتحت، وعندي هذوك المطيشات غادي نطحنهم ونديرهم في المرق ديال سميتو باش يجي شويه محمض. وهنا عندي السميده، انا تندير السميده رقيقه، المهم بلا ما نقول السميه ديالها السميه ديال المهم ديال الباكيه. ورشيتها بالماء، انا تنسبق الماء. وهنا كما كتشوفوا درت اللحيمه ديالي ودرت هذوك الخضر تيتقلاو. وهنا كنمسح البوطاجي ديالي مزيان وكنرجع ثاني للحلوه، حيت ضروري هادشي خصني نوجدو كامل. عندي مع جوجونس خصني نكون في السونطر، وخصني نوجد الحلوه ديالي ومره يديها في الكسكس ومره يديها في. انا دابا راه كنشارك معكم كيفاش دوزت داك الصباح. صايبت الكسكس وصايبت هاد الحلوه هادي. وهنا كنكون عمرت البوش ديالي وكندير ليه الراس اللي بغيت يخرج ليا في البوشاج. وتندير هاد اللعيبات هادو الحلوه، تندورهم بالجوانب ديال الحلوه ديالي. وهنا تندير هاد الخطوط هادو، هادي راه فوغينوا غنديرها على شكل فوغينوا. غندير هاد الخطوط هادو. بالنسبه لراس السنه هاد الحلوه الصراحه ما صيبناش انا وصحاباتي على حساب راس السنه، حيت حنا ماشي مقيدين به وما تنحتفلوش به، بغينا نفرحوا شويه براسنا. وهاد الحلوه هادي راه قدمتها قبل كاع راس السنه، صيبناها قبل راس السنه وفرحنا بها مع صحاباتنا. هادشي اللي كاين. وهنا كما كتشوفوا رشيت هذوك الحليوات الفوق، ودرت الكاوكاو ديالي في الجناب. وهنا راه صافي قربت نقدم الكسكس. صافي عندي هنا هاد المطيشه طحنتها، وعندي هاد الرويس ديال السمن الحار غنديرو في البرمه. وصافي هنا كنسقي معكم الكسيعه ديالنا ديال الكسكس صغيره بما انها ديال جوج ديال الافراد. هانتوما كما كتشوفوا ريحتها تبارك الله كتشهي. بالصحه والراحه. وشكرا لكم وشكرا اللي وصل معايا لهاد المقاطع هادو. هانتوما كما كتشوفوا ها حنا في السونطر كيفاش قدمنا الحلوى، والبنات جابوا سميتو لي كوبلي وقدموا الطبله. وهنا تنقول لكم بسلامه عليكم.